وما دام وصلت بالدوره بتاعتك لليوم ال 30 يبقى في خطوات مهمه لازم تعملها علشان ما تخسرش كل التعب اللي تعبته طول الفتره اللي فاتت. ويلا بينا نبدا على بركه الله، وما تنساش لو مش مشترك اشترك في القناه وفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم ايه؟ يا رب اشوفكم في احسن صحه وحال. وزي ما تعودنا نبدا بذكر الله وبالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. لو عندك الفراخ عديت المرحله بفضل الله ومشيت على التعليمات كويس والفراخ وصلت معاك لليوم ال 30، وزي ما حضراتكم شايفين انا النهارده كده الفراخ في اليوم ال 30، ويمكن الاوزان بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. في اوزان عندي 2 وحاجه وفي اوزان 2 الا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الاوزان تكاد معقوله وكويسه جو. سيبك من اللي بيكبر ويقول لك لو الفراخ هتوصل عندك ل 2.5 و3 كلام فاضي. هي لو اوزان اذا كان وصلت اليوم ال 30 يبقى في فراخ جابت معاك ل2، في فراخ جابت معاك ل2 و100، 2 الا 100 والكلام ده كله زي ما شرحت قبل كده لحضراتكم في الفيديوهات. طيب في حاجات احنا هنعملها. احنا طبعا كده الدوره خلاص هنبتدي فاضل لنا 5 ايام او 7 ايام على حسب، وهنبتدي نطلع الدوره. ال5 ايام دول علشان نقدر نطلع الاوزان معانا ل2.5، وفي نفس الوقت معلش عفوا الفراخ ما تنزلش معانا بالوزن او ما يحصلهاش مشاكل او ما تحصلش نسبه وفيات لا قدر الله. رقم 1 وفي المركز الاول اهم من اي حاجه لازم نخلي بالنا منها الكتمه. الفراخ عندك دلوقتي حجمها كبر، بدات تتنفس بشكل اعلى. لو المكان مقفول او حاجه ومفيش نسبه تهويه كويسه حاول تزود نسبه التهويه. حاول تزود نسبه التهويه عشان الكتمه عندك هتدمر عندك الفراخ. هتلاقي لا قدر الله في فراخ عندك بتموت منك وانت مستغرب بسبب الوفيات مع ان مفيش اسهالات، مع ان مفيش كذا. ده بيبقى قله التنفس او قله الاكسجين في المكان، حتى لو مربي في بطاريات زي كده. فقله النفس او قله الاكسجين هيسبب معاك وفيات. فرقم 1 دلوقتي هنخلي بالنا منها الكتمه. هنحاول نهوي المكان بشكل كويس، ما نخليش عليهم تيار مباشر، تيار هواء مباشر، مع مراعاة طبعا خروج ثاني اكسيد الكربون من العنبر. لو في شفاط هتطلع طبعا تخرج الهواء اللي موجود في العنبر، ده بيبقى محمل بثاني اكسيد الكربون. هتدخل طبعا اكسجين، هتدخل هواء من المكان. يعني خلاصه الكلام ده كله انك هتحاول تهوي المكان، تخلي الهواء متغير في المكان. المرحله الثانيه هتوقف اي حاجات بتزود وزن، بتزود كذا، توقف الكلام ده كله ملوش اي لازمه. خلاص كده الفراخ بدات بسم الله ما شاء الله بدات تفوق معاك. توقف الحاجات دي كلها. هتوقف اي ادويه علشان الفراخ يبقى لحمها نظيف، تبقى لحمها كويس. انت قبل ما اي حد ياكل منها انت هتاكل منها طبعا، فعشان الطعم يبقى كويس وتبقى لو كنت مدي ادويه بيطريه او خلاص تبقى تشيل طعم الحاجات دي من الفراخ او من اللحوم. ولكن لو اعشاب ما فيش منها اي اضرار، عايز تمشي على اي اعشاب عادي ما فيش منها اي مشكله. الحاجه الثالثه بالنسبه للناس اللي بتربي على الارض، الناس اللي بتربي على الارض خلي بالها من الفرشه جدا. لو الفرشه مبلله او الكلام ده كله ممكن الواحد يستسهل يقول لك ده انا فاضل لي 5 ايام او 6 ايام وهبتدي اطلع الدوره فمش لازم ازود الفرشه واكلف نفسي. لا خلي بالك عشان الفراخ دلوقتي ده اكتر وقت الفراخ بتبقى راقده على الارض كده، نسبه حركتها بسيطه. فلو دفنت بوزها في الفرشه والفرشه فيها محمله بالبكتيريا او مبلله بالتالي هتشم ريحه الامونيا، فده يعني بمعدل غاز سام يعني هيموت منك الفراخ. فحاول ما تستخسرش. لو الفرشه مش مظبوطه عندك او مبلله حاول تزود الفرشه، حط بودره البلاط، حاول تخلي الفرشه نظيفه معاك يعني في مقدار ال5 ايام دول او ال10 ايام لو انت هتطلع على 35 او هتطلع على 40 يوم. كمان لو حسيت باي نسبه زرقان ولا الكلام ده كله حاول تتفادى موضوع المضاد سموم. لو هتدي خلي لمده يومين في الفتره دي، تدي خلي لمده يومين، خلي العادي اللي هو بتاعنا العادي بتاع المنازل العادي اللي احنا بنستخدمه لينا. حاول ما تديش مضاد سموم برضو. ولو اضطرت الظروف او لقيت نسبه الزرقان عاليه او الكلام ده كله او الخل مش هيجيب نتيجه، لا ادي مضاد سموم ولكن قبل ما تبيع ب5 ايام او ب10 ايام. حاجة تانية أخيرة مهمة، حاول تخلي بالك من درجات الحرارة. لازم درجات الحرارة تكون أقل من 28. ما ينفعش درجات الحرارة تطلع ل30 لأنك هتلاقي نسبة وفيات عندك لا قدر الله. فحاول درجات الحرارة تكون عندك أقل من 28. كمان بالنسبة للأماكن حاول تخلي الأماكن تكون واسعة منهم، تحاول تخلي الأماكن تكون برحة، ما يكونش الفراخ مكتومة جنب بعضها أو ما تكونش الفراخ اللي هي المكان ضيق عليهم. حاول توسع المكان بقدر ما استطعت علشان ما يحصلش برضو اي نسبه وفيات والكلام ده كله. دي يمكن كانت الخطوات المهمه لاخر 10 ايام في عمر الدوره. يا ريت لو عجب حضرتك الفيديو او استفدت منه لو بمعلومه صغيره ما تنساناش بالاشتراك في القناه لو مش مشترك، واكتب لنا تعليق. وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه.